أهلا بكم متابعي الكرام. سلاح الجو الملكي المغربي يستقبل ويتلقى الدفعة الأولى من طائرات الأباتشي الأمريكية الجد متطورة، والتي تستطيع العمل في جميع الظروف تستطيع التعامل مع مئات الأهداف في نفس الوقت. طائرات هجومية ودفاعية، طائرات تستطيع أن تنفذ عمليات من وراء الحدود دون الحاجة إلى دخول أجواء دولة أخرى. طائرات مروحية من أقوى الطائرات المروحية في العالم، بل هي الأقوى على الإطلاق. الدولة الوحيدة في أفريقيا التي تمتلك طائرات الأباتشي هي المغرب. سلاح الجو الملكي المغربي سيصبح أو سيضيف هذه الطائرات إلى أسطوله الجوي أو أسطوله العسكري الجوي، ما يؤهله لتنفيذ عمليات عسكرية لو استدعت بالطبع الظروف إلى ذلك، سواء في شرق المملكة أو في شمال المملكة. نتحدث عن منطقتين. الكل يعرف بأن هناك صراع في منطقة الصحراء المغربية مع البوليساريو والمدعومة من النظام العسكري في الجزائر. هناك مدينتان مغربيتان لا تزالان تخضعان للاحتلال الإسباني منذ 1470 للميلاد. هذه الطائرات يضيفها المغرب لتحصين حدوده، طبعا سواء الشرقية أو الشمالية. المغرب بهذه الطائرات أو السلاح الجوي الملكي سيصبح من أقوى القوات الجوية في منطقة البحر المتوسط. هذه الطائرات ستضيف قيمة مضافة كبيرة للقوات المسلحة الملكية الجوية، ستعطيها القوة أو ستعطيها اليد الضاربة أو اليد الطولة بمنطقة البحر المتوسط والصحراء أو منطقة الساحل والصحراء. هذه الطائرات ستعطي للمغرب أو ستزيد من قوة المغرب. وهي الطائرات ستعطي للمغرب مكانة أو ستضع القوات الجوية الملكية أو سلاح الجو الملكي حتى يصبح من أقوى القوات الجوية في منطقة البحر المتوسط، بل ربما في العالم ولم لا. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم متابعي الكرام، إلى حلقة قادمة بحول الله.